باسلوب مختلف. عشان اقول قدامي باسلوب مختلف. اتفضل. نقول يا جماعه ان احنا عندنا انواع السويتشات هي بتبدا من واحنا شغالين ب5 و8 و16 و24 و32. فاحنا عشان بنوفر على نفسنا موضوع ان انا عندي دلوقتي في المعمل الحاجات الطبيعيه عندي اللي هم 15 جهاز اللي هو بتاع المدرس. فانا بوفر على نفسي دايما بجيب ان انا بشتغل بال16 ويبقوا اتملوا. ما بقاش عرضه ان انا اعمل اي موضوع ان انا لما يجي اجهزه او يضاف لي اي حاجه ان انا اعمل مكان من هنا زي ما انتوا بتقولوا اخد طرف افضيه. صح كده؟ انتوا قلتوا كده. نفضي طرف من هنا ونحطه في سويتش تاني وبعدين اخد الطرف التاني احطه هنا. الكلام ده كله بيوفر عليا ان انا اجيب واحد 24 وببدا اشتغل بيه. بملى الجزء اللي هو ال 16 بتوعي وبسيب الجزء الثاني احتياطي وبيبقى عندي سويتش واحد عشان من كتر ان انا بوصل من سويتش لسويتش الكلام ده كله بيبدا يضرب الاشارات بتاعتي وبيتقل لي في نقل البيانات من مكان لمكان. فانا بوفر على نفسي الكلام ده وببدا اجيب الجزء ال 16. فانا بعمل المقايسه بتاعتي وانا شغال من الاول على الحاجه الاعلى شويه. يعني انا شغال ما بيني وما بين زميلي. اول ما بدانا مع بعض احنا في البيت بس مثلا هنعمل حاجه ما بيني وما بين زميلي حاليا مش هشتري. هنعمل الكابل اللي هو ايه؟ كروس وبوصل ما بيني وما بينه. بدانا هنشتري انا وهو بس فعلا هشتري ايه؟ صح كده؟ بحيث ان انا ممكن واحد يطق في دماغه طب يا جماعه انا هدخل معاكم. يبقى انا عملت ايه؟ فرضت على دماغي ان انا بدل ما انا اجي بعد كده اشتري. لا احنا بقينا 3 بقينا 4. حد تاني ثالث ينفع؟ لا مش هينفع. في لاين موجود ما شغال اصلا اللي هو جاي لي من بره. في 4 اللي هو احنا خدنا منه. خلاص كده؟ ده بالنسبه للجزء بتاع السويتشات. لو انا عندي دلوقتي 30 جهاز عايزه اربطهم اعمل ايه؟ لو انا عندي 30 جهاز حتى بس يجاوب يا جماعه. يا ريت واحد 30 جهاز واحد يجاوب يا جماعه. لو انا عندي 30 جهاز عايزه اربطهم هجيب هب كام؟ معاهم يا شيخ 24 عشان عندي ضغط عصبي ممكن حد يجي. هو 30 موجودين 30. انا عندي 30 جهاز. 30 جهاز. انا عندي 30 جهاز وفي هب عندي 32. مش هجيب 32 او اقل ان هي من حسابي ان في هي مش للدرجه. هو ال 32 هيبقى معايا ممكن اشيل 32 واجيب لاني داخل واحد. في واحده مشغوله في واحده ستيب. في واحده اللي هي داخل فيها الخط اللاين نفسه. يبقى في واحده بس ستيب معايا ولا هجيب اعلى بقى زي هو كده هو موجود فعلي 30 جهاز. ده هو اللي ممكن يكون 30 لان عندي اللاين اللي داخل و30 شغالين. في واحده زياده كمان. طب خلاص اجيب 32. في حاجه ليه برضه دماغي بقول واحده شغاله في طرف مفقود. يعني انت بتقول ايه؟ في خط تملي بنعمل حسابنا لو دخل نت. لو دخل اعمل حسابي لو دخل نت. لو دخل نت اقول في لاين جاي من بره بس الباقي كله يا جماعه الشبكه الداخليه بتاعتي. فانا بعمل حساب احتياطي ان في واحده الله اعلم احنا معامل فعلا داخلها ايه وفي معامل ما فيهاش. فانا ما اجيش بقى استنى انا قفلت ال 16 زي ما الباشمهندس رضا قال. انا قفلت ال 16 وانتوا قلتوا كمان هنفضي واحده نحطها في سويتش وكمان هنفضي واحده عشان النت كده. طيب لو انا عندي 17 جهاز في المعمل 16 جهاز في المعمل وجه مدير المدرسه عمل حجره اداريه فيها 5 اجهزه هتصرفوا ازاي؟ مش احنا قلنا يا جماعه لو سمحتوا ننظم. عندي 5 اجهزه في الاوضه دي معايا وعندي 16 جهاز في الاوضه دي. هيجيب ال 24 وهيفضل عندنا الطرف بتاع الوان والطرف اللي هو بتاع النت. هجيب 24
يعني 16 و5 21 هيبقى عندي واحد يعني ممكن لا هو انا كنت مركبه 16 في المعمل بتاعي المستقر على السويتش هيبقى على السويتش بتاعي اللي هو 16. يبقى اخد ال 32 انا كان عندي 16 انا كان عندي 16 وكان الاجهزه بتاعتي راكبه ومنتظمه وكل حاجه. جه الراجل راكب 5 اجهزه في معمل تاني، هغير تشيله هجيب واحد تاني واحد 8 عشان يجيب واحد 8 عشان هياخد من غير ده. مش 5 طب قابلتني مشكله هي ايه بقى؟ ما هو انا كان عندي 16 جهاز و16 مربوطين والسويتش موجود صح؟ سهل قوي ان انا فكرت الناحيه الثانيه ورحت جايبه هب يكفي ايه؟ اللي هناك وسحبت الخط الرئيسي. عايزه اركبه هنا، ما انا عندي هنا 16. لو انا هنا جبت يبقى المفروض ده يكون 17. يبقى في مشترك في نقطه حته المشترك في نقطه مش كل الاجهزه او مش كل الهبات بتقبل المشترك عشان تكونوا واضحين. العملي بقى الحاجات اللي ادعتنا فيها فعلي واحتمال ما يشتغلش، لكن المشترك ممكن اعمله ازاي؟ لو انا اتزنقت واضطريت لبورت اضافي حتى لو ما جاليش شغل بره، هفترض ان وانا شغاله بورت من دول الحرق. وبتحصل كتير. وبتحصل امتى؟ بتحصل لو جهاز شغال والشبكه شغاله وحد جه جرب فك وركب والدنيا شغاله. طالما انا هشتغل هنا حاجه من الاثنين تكون مطفيه، لا الجهاز لا ايه؟ لا السويتش. لكن هفترض ان محدش خد باله وحرق لي طرف هنا. في نقطه كنظري ناس تقول ممكن اركب مشترك، بس لو انا خدت المشترك من السويتش او من الهب من هنا مش هتنفع. ممكن هتضعف الاشاره وتعمل مشاكل وممكن تشتغل وممكن لا، على حسب نوع ايه؟ الجهاز. ممكن حظك يبقى كويس ويشتغل، لكن الاحتمال 90% ما بيشتغلش. في الحاله دي بعمل ايه؟ طب انا دلوقتي مزنوقه والدنيا كلها عايزاها تكون شغاله، باخد اقرب جهازين جنب بعض، باخد الجهازين وباخد مشترك من على كارت الشبكه بتاع جهاز واحد فيهم. طب يعني زي الريسيفر بتاع الدش بالظبط. انا بركب المشترك فين؟ في الجهاز وباخد الوصله بتاعتي للجهاز ايه؟ اللي جنبي. بس ده خلي بالك برضه هيحل لي المشكله، لان هيربطني ان انا لو عايز اشغل الجهاز ده لازم لكن بيحل المشكله وبتشتغل الدنيا صح. في نقطه مهمه جدا بالنسبه ما بين انا بقول ايه؟ سويتش او هب. سويتش او هب. الهب ارخص بكتير من السويتش لكن بيقوم بنفس الوظائف. معايا؟ بالظبط كده كاني كانت بعربيه 28 وعربيه مرسيدس. هي انا راكبه عربيه 28 عايزه اروح بيها لغايه المديريه، وراكبه عربيه مرسيدس عايزه اروح لغايه المديريه. خلي بالك معايا، ممكن يأدي الغرض بس مش بالإمكانية. لكن وانا ماشيه خلي بالك بقى، لو انا ماشيه عندي تكييف، عندي ازاز بيعمل، عندي عربيه عاليه مش هيحس بالمطبات، الامكانيات المساعدين 28 العربيه ما تمشي تلاقي مطبه نايمه معايا. راكبه عربيه مرسيدس هيحس بالمطب بتاعي هيطلع المساعدين بتاعه هيطلعوا معايا. طب الفكره في نقطه مهمه جدا بقى في السويتش. السويتش كل بورت منه ممكن اخد منه خط واعمل فيه شبكه معايا. السويتش ممكن اخد البورت الواحد منه، ممكن اخد منه وصله واركبها على بورت هارد صغير كده ووصلني مجموعه اجهزه. ماشي؟ فلازم اعرف ان في فرق. حتى لما نيجي نعمل مناقصه او انت تروح تشتري
لو انا هشتري هقول لك هب او سويتش ماشي، بس اكون انا عارفه ان ده غالي فيه امكانيات اعلى، سرعه الداتا بتكون افضل. يعني مفيش وجه مقارنه اولى بالبيئات الوظيفيه. معايا؟ كل واحد عارف الحاجه الغاليه بتعمل ايه والحاجه الرخيصه، لكن ممكن تأدي الغرض زي الصين كده، فبيعملوا لنا حاجه تأدي الغرض بعديها بيومين ثلاثه بتضرب. ماشي؟ في حاجه ثانيه بس اخيرا بس عايزه اطمن عليها، انا كنت عارفه اقصى مسافه في الشبكه اللي هي اللان بتاعت ورا بخمسه كام بيت؟